لو انت من مستخدمين اندرويد، تعالى اقول لك على كذا حاجه لازم تعملها عشان ما تلاقيش الداتا بتاعتك متشيره مع طوب الارض. وعشان الاندرويد عموما بيشير الداتا بتاعتك في الخباثه، فانا هقول لك على حاجه تعملها هيمنع الموضوع ده تماما. هتدخل على سيتنجز، هتدخل على ابس، هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق دول، وبعدين هتختار بيرميشن مانجر. جوه بيرميشن مانجر هتلاقي حاجه اسمها نير باي ديفايسز، هتضغط عليها، وبعدين هتضغط على الثلاث نقط اللي فوق شو سيستم، وبعدين هتدخل على بيرسونال داتا انتليجنس، هتخلي من allow هتحولها ل don't allow anyway، وبعدين هترجع خطوة ورا، هتدخل على اندرويد سيت اب وهتحولها من allow ل don't allow، وهتأكد برضو عليه don't allow anyway. لسه في خطوة كمان، هنرجع خطوة ورا، هندخل على اندرويد سيستم انتليجنس وهنحولها من allow ل don't allow برضو، وهنأكد عليه. وكده هتمنع اندرويد انها تشير الداتا بتاعتك تماما. ولو انت زهقت من مكالمة كل يوم من البروكرز اللي بيتصلوا بيك عشان يقنعوك ان انت تشتري شقة ولا فيلا بمليار دولار، تعالى هوريك حاجة هتنجز لك الموضوع ده وهتقلل قوي المكالمات دي. ادخل على settings، وبعدين ادخل على security and privacy، ادخل على account security، سامسونج account security، انزل تحت خالص هتلاقي حاجة اسمها improve personalized advertising. اقفل المعلمة دي وارجع كمان واحدة، انزل تحت more privacy settings، وبعدين Android personalization service، واقفل من on ل off، ومش هتخلي حد يعمل tracking للداتا بتاعتك.